نحن هنا نعيش مع إخواننا الكرد والسريان والآشوريين والتركمان منذ مئات السنين. نحن أخوة في هذا البلد، وقد ساندنا بعضنا في الحرب على داعش وقدمنا آلاف الشهداء من أجل دحر الإرهاب. ونحن اليوم نعيش فتنة اختلقها عناصر من الحكومة السورية لكي يفرقوا بين هذه المكونات التي تعيش بأمن وسلام وتعاون في هذه المنطقة. نحن نرفض هذه الفتنة التي يقوم بها بعض الأشخاص لزعزعة أمن واستقرار هذه المنطقة. إننا سوف ندافع عن أرضنا وسوف نساند شعبنا وقواتنا قوات قسد حتى آخر نقطة من دمائنا. براستي روشا جو أنا متدر باسبن روشا كي قلكي حساسة جبت وينا قرك أم بيتر أم شيار بن جوا إيديشة جو إيرو السرما تكرن تمشاندن وكي قلي كرد حشر برشة كردستاني أو إيديشانا بردوامن جبت وينا جيكي يعني قرك أنا كا شري طيبت نامد قلكي تمشاندن أم شيار بن دها بيتر أم قاربن غير بدفع إيديشة نافخي جو أنا كا دنامد تكرن عرب وكرد بالصلاة ناف هفد جيان كرنا لأما ناي ويواتها جو إيرو أم دجمناياكي أم بهلن جو شرط نامد أنا دفيزر في هند بقوماندن جبت جو الناس على الحماية قالك أنا حياج ما بي أم إيديش ناف خيد أم بسكن أم شري ناف خيد أم بسكنين جبت جو إيديش دلفة أنا إيدو سلمهن تهديدين قالك مزنج دلفة سلمهن أم غير بدوات تهديدا بقرن أم شياد من جلو بيتر وكي قالي قامشلو وكي قالي باكور رجلات السوري قالك أم إيرو أم شياد سواء إيديشين هوفانا داعش هوفانا جو إيرو بسلمتي قبل جولاني جبت جو ذاتا دنيا وعالم قزان جو جولاني داعش بو ريفابريكي داعش بو إيرو نكار إيرو ريفابريا سوريا بقشتي بك أم يقبلناكن أما كرد أم قبلناكن. طبعا نحن كنظرة مرأة سريانية بهالتطورات اللي صارت الأخيرة بمناطقنا، طبعا هذا وغير التحريض وغير الخطاب الكراهية الموجود، طبعا نحن ننبذ هذا الشيء لأنه نحن عشنا مع بعض بهاي المنطقة، تعايشنا مع بعض كمكونات إن كنا كسوريان ولا عرب ولا أكراد وحتى اليازيديين والأرمن، يعني هالمكونات كلها كان في تواجدنا ما هو اليوم يعني وتعايشنا ما هو باليوم، التعايش اللي كان موجود هو تاريخي، حتى اندماج ثقافتنا ببعضها، يعني هذا كان يدل على التعايش السلمي بيناتنا، على المحبة اللي كانت بيناتنا، شفناها بالحالات الاجتماعية بالحالات الإدارية، نحن طلاب مدارس كنا نعيشها، فهالتعايش ما هو وليدة اليوم. نحن كلتنا ننبذ هذا الشيء اللي صار، الخطاب الكراهية اليوم الموجود بحق المكونات، بحق المكون الكردي وإن كان حتى المكون العربي أو المكون السرياني، هذا الشيء يريد تفتيت المنطقة، لكن بالعكس لما نحن نكون بإيد وحدة لنبني هالبلد لنعيش مع بعض، نكون إيد وحدة متكاتفين، وهذا الشيء اللي هن هلا حاليا يريدوا يفتتوه بالمنطقة، نحن ردا لنا نقول لا بالعكس، نحن متعايشين مع بعض إيد بإيد لنبني هالمنطقة، نحن ما بدنا لا حروب، ما بدنا شيء، الشيء اللي بدنا إياه هو سلام، حقوق فقط، حقوق لكل المكونات تكون موجودة بالدستور اليوم لحتى نبني سوريا اللي هي كانت بتجمع كل هالمكونات بمحبة وكان متعايشين بألفة. هذا اللي شيء بدنا إياه اليوم نحن السوريين كلتنا حصرا بكل مكوناتها بكل أطيافها، الشيء اللي بدنا إياه السلام والأمان ونبذ هالكراهية وهالخطاب الموجود اليوم اللي عم يفتت المناطق ويؤدي للحرب.